شبدأ أعيش حياتي الحقيقية صح واللي أتمناها لما أتخرج من الثانوية. ولما أتخرج من الثانوية شبدأ أعيش حياتي صح لما أتخرج من الجامعة. ولما أتخرج من الجامعة لا، شبدأ أعيش حياتي لما أتوظف واستقر ماديا. ولما أتوظف واستقر ماديا لا، لما أبقى غنية أعيش حياتي صح. ولا لما أتزوج، ولا لما أسافر. متلازمة الحياة المؤجلة. مع الأسف هذه المتلازمة مصاب بها 1 من كل 3 إلى 5 أشخاص، يعني عدد كبير. هم ناس ما همش رافضين الحياة، هم رافضين إنهم يعيشوها في اللحظة الحالية، عايشينها بجسدهم بس عقلهم، مشاعرهم، إحساسهم كلها في المستقبل. ومع الأسف لما نوصل للمستقبل بنبصر الخطوة الذي بعدها، وهكذا في سباق وجري. مش احنا دارين أي حين أتجي هذه اللحظة الذي جالسين بنوهم نفسنا إن هي الذي عنكون متفرغين لها تماما عشان نعيش كل اللحظات السعيدة الذي أجلناها. مثل شخص يجمع زلط طول عمره، يجمع عشان يحقق حاجة في نفسه، ويجمع ويحرم نفسه من أشياء بسيطة خيرات، ويتعب ويرهق ويجمع، في الأخير يمرض وتكون الزلط هذه عشان علاجه وعشان يعيش. ومثل هذاك الأب أو الزوج الذي بيقضي كل وقته في النجاحات وفي العمل وفي الشغل، وبيقول عشان زوجتي أو عشان أولادي. ممكن يكون معاه أحلى شقة، أحلى سيارة، مع أولاده أحلى بلاي ستيشن، أحلى آيفونات، بس ممكن أولاده وزوجته بيعيشوا فراغ عاطفي وخذلان توحد. لأن بعض الطموح والأهداف هي ما هيش طموح وأهداف حقيقية، هي ممكن تكون طمع وجشع مغطى باسم الطموح، وتخلينا بس في سباقات وننسى أنفسنا وننسى الناس الذين نحبهم. حتى إنه في ناس بتأجل التوبة وبيعتقدوا إنهم ضامنين عمرهم. كلامي هذا ما يعنيش إن احنا نبطل نكون طموحين أو نبطل نسعى، بس انت يخدعك الوهم بأن النجاح بيمنعك إنك تستمتع باللحظات بكامل شعورك. بالعكس، النجاح الحقيقي هو اللي بيخليك تعيش اللحظة بكامل شعورك وتستمتع في كل حاجة بتفعلها. حياتنا قدها مثل السباق، وننتظر أي حين عن نوصل لخط النهاية عشان نرتاح ونفتن، وفي الأخير نكتشف إنه ما فيش خط نهاية أصلا. استمتع باللحظة التي بتعيشها الآن، لأني عمرها ما ترجع.